السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنعمل طريقة جديدة لتسوية البطاطا، بس هنعملها مش في الفرن، هنعملها على البوتاجاز من فوق بطريقة سهلة جدا وسريعة، وكمان هتبقى فيها تسكيرة حلوة كده وطعم حلو مختلف. ان شاء الله تعجبك. شايفين طريقتها بعد التسوية بقت عاملة ازاي؟ تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. بصوا، اول حاجة عندي هنا دي البطاطا، غسلتها كويس وحطيتها في صينية، ولو انت عندك البطاطا كبيرة زي دي قطعيها واصابع طويلة كده، ولو البطاطا عندك صغيرة استعمليها على طول. تمام. بعد ما غسلتها كويس وقطعتها حطيتها في الصينية زي ما انتم شايفين كده، واحط عليها بالظبط نص كوبايه ميه، لان البطاطا عندي هنا كميه كتيره شويه وحجمها كبير، فهتعوز نص كوبايه ميه. لو انت جايبه البطاطا حجمها صغير ومش محتاجه ميه كتير والصينيه ما فيهاش كميه كتيره، احط لها ربع كوبايه بس. احطها على البوتاجاز. اول ما الميه دي تغلي اروح موطيه النار ومغطياها بغطا، وهسيب النار واطيه خالص لغايه على نار هاديه لغايه ما تستوى كويس واتاكد من تسويتها. تمام. بعد ما البطاطا ما تستوى هشيلها من على النار. بعد كده هحط عليها ايه عندي في الطبق ده؟ ايه؟ سكر وقرفه. واللي مش حابب يحط القرفه ما يحطهاش، ممكن يحط سكر. هرش على وشها سكر وهرجع احطها تاني واغطيها لغايه ما السكر بتاعها يسيح. السكر اللي عليها ده يسيح، يبدا ينزل في ارضيه الصينيه. وبعد كده هبدا ان انا اقلبها عشان السكر يتكرمل او مثلا يبقى زي الشربات التقيل شويه، ويبدا السكر يعمل لي زي شربات كده، يبقى ليه سمك. وبعد كده اقلب في البطاطا، اقلب البطاطا على الاتجاه ده والاتجاه ده لغايه ما كلها تاخد تسكيره السكر والطعم الحلو. وبعد كده اطلعها من على النار، اشيلها من على النار واقدمها قدامكم زي ما انتم شايفين كده. ده شكل التقديم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايكات الحلوه والتعليقات الحلوه اللي بتشجعوني بيها، والضغط على الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان الكل يستفاد من الوصفه. ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.